السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الأبطال عاملين إيه؟ أبطال دفعة 2027، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة نقدر نقول هي بداية الانطلاقة الفعلية في مادة الأحياء ورحلة ال60 درجة. النهاردة إن شاء الله هي أولى ضربة البداية، عايزك قاعد مركز معايا مصحصح في كل كلمة هقولها عشان نبدأ بأهم وأروق وأسهل شابتر معانا، ألا وهو شابتر الدعامة والحركة. وزي ما حضرتك شايف بقى إن شاء الله سنتناول تفاصيل الدعامة والحركة بشيء من الإمتاع الإتشاوي والتركات الإتشاوية العالمية اللي دايما بتيجي في الامتحان. عايزك مركز معايا، سمي الله وصلي على حبيبك، ويلا بينا نبدأ محاضرة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا بينا. قبل ما نبدأ حبيبي الغالي ركز معايا لو سمحت. خليني أقول لك بقى وأفكرك بنظامنا الجميل في الأونلاين. بعد ما تسمع مني المحاضرة الإتشاوية وتشوف تفاصيلها وتركاتها العالمية، وتنزل لحضرتك على أبليكيشن دكتور محمد هشام اللي هتلاقيه موجود على الأب ستور لو حضرتك آيفون، أو هتلاقيه موجود على البلاي ستور لو حضرتك سامسونج أو أي جهاز تاني. حمل الأبليكيشن، تسمع الفيديو، هينزل بعد الفيديو إن شاء الله فيديو حل أسئلة عالمي على الدعامة في النبات اللي هنشرحه النهاردة. بعد ما نحل هتاخد حضرتك مني واجب محترم، وبعد كده هينزل فيديو حل الواجب عشان تقدر تعلم لنفسك وتظبط امورك وتستلم مني كويز على المحاضرة اللي احنا هنشرحها النهاردة، محاضرة الدعامة في النبات. في نهاية الباب بإذن الله تعالى هتستلم مني بقى فيديو عالمي قوي قوي قوي، ألا وهو ورشة الدعامة والحركة اللي هتبقى على الباب الأول بإذن الله. اوعى تنسى ان احنا هنشتغل ان شاء الله من الكتاب الاتشاوي واللي هنرفعه لك او هنرفعه لحضرتك PDF، بحيث ان انت برضو تتابع معانا من حل الاسئله او من غيره. خلاص، سمي الله وصلي على حبيبك، ويلا بينا بقى نبدا محاضره النهارده بعنوان الدعامه في النبات، وده اول باب من ال5 ابواب بتوع الاحياء. طبعا حضرتك عندك احياء وعندك باب اخير اللي هو الاحياء وعلوم الارض. علوم الارض بقى اللي هو الجيولوجيا. خلاص، انا بتكلم دلوقتي عن ابواب الاحياء. خلاص، سمي الله ويلا بقى بينا نبدا محاضره النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. كله يركز معايا واديني التركيز العالي بعد اذنك. اولا لما نيجي نتكلم عن الدعامه، الباب الاول اسمه الدعامه والحركه. دكتور محمد، يعني ايه كلمه دعامه؟ كلمه دعامه معناها تدعيم، معناها حمايه، معناها تقويه. لما يقول لك بابا يقول لك ايه؟ ولا ما تقلقش يالا، طول رحله الثانويه العامه انا مصدر داعم ليك، انا هبقى دعامه. اتب يعني بصوت الليمبي، افضل في ظهرك اتب، هدعمك. يبقى دي اسمها ايه؟ دعامه. يبقى كلمه دعامه معناها تدعيم او حمايه او تقويه. على سبيل الانسان، لان احنا بنفهم دايما بشغل الانسان شويه. هل الانسان في حاجه بتدعمه؟ ايوه، واحد، الجمجمه. ربنا خلق لنا الجمجمه عشان تحمي المخ. ربنا خلق لنا القفص الصدري لحمايه القلب والرئتين. ربنا خلق لنا العمود الفقري لحمايه الحبل الشوكي. يبقى ده اسمه مصدر تدعيم. اسمه مصدر ايه؟ تدعيم. طب على سبيل النبات بقى، هل النبات عنده جمجمه؟ لا. هل عنده قفص صدري؟ استحاله. هل عنده عمود فقري؟ لا. امال ايه الحاجات اللي ربنا خلقها في النبات بتدعم النبات؟ قال لك بص، قبل ما ابدا في الشغل بتاع النهارده ونتكلم عن الشرح بتاعنا بالطريقه الجميله دي، فانا عايز بس افكرك بحاجات كده قلتها لك في الكورس التاسيسي وهعيدها لك تاني. اولا، لو جيت رسمت لحضرتك خليه، بسم الله، لو جيت رسمت لحضرتك خليه نباتيه مع بعض كده واحده واحده. نرسم دلوقتي مين يا دكتور؟ خليه نباتيه. تقول لي يا دكتور ماشي، الخليه النباتيه دي كانت عباره عن ايه؟ تقول له والله يا دكتوره الف ب كده، الخليه النباتيه كانت عباره عن بسم الله الرحمن الرحيم جدار خلوي. فين يا دكتور اتش؟ اهو. يبقى اللي بره ده كده كان اسمه ده اسمه ايه؟ قول لي. بسم الله، الجدار الخلوي. حلو، ده اسمه جدار خلوي. طب والجدار الخلوي ده مهم من الكورس التاسيسي. ايوه، الجدار الخلوي كان بيدعم الخليه نباتيه عن طريق ان الجدار ده اصلا كان بيتكون من ماده يا دكتوري العزيز اسمها ماده السليلوز. والسليلوز دي هي الراعي الرسمي للقوه والمرونه، كانت بتدي قوه وبتدي مرونه للجدار بتاع النبات. حلو، يبقى اول حاجه مهمه في الخلايا النباتيه الجدار الخلوي. طب ايه تاني؟ والله يا ابني زي ما في جدار خلوي فربنا خلق من جوه هنا غشاء مثقب بالشكل ده. ايه الغشاء ده يا دكتور محمد؟ كان اسمه يا دكتور العزيز
الغشاء البلازمي. واحد يقول لي هو الغشاء البلازمي ده مهم؟ اقول لك طبعا مهم موت. ده ربنا خلق الغشاء البلازمي ده لانه كان بيسمح بمرور مواد ويحدد مرور مواد ويمنع مرور مواد، هو اللي بيعدي حاجات وحاجات لا، اسمه الغشاء البلازمي. ما علينا دلوقتي. طب ايه يا دكتور محمد كمل عشان انا بصراحه اتوترت. يا عم ما توترش. كان الخلايا النباتيه عندها طبعا نواه، اي خلايا في العالم حيه عندها نواه، وعندها ميه هنا اسمها سيتوبلازم، وكان عندها قله كبيره كده لو انت فاكر كان اسمها الفجوه العصاريه، ودي اللي بتخزن الميه وبتخزن الغذاء وبتخزن الفضلات. حلو. طب الخلايا عشان تعيش عايزه ايه؟ والله يا ابني الخلايا عشان تعيش وتعمل بناء ضوئي كانت محتاجه عضو مهم جدا 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 اسمه البلاستيدات الخضراء. اصل البلاستيده الخضراء دي مع ضوء الشمس وبتاع كان النبات فيها بيعمل بناء ضوئي وبينتج عنها غذاء زي سكر اسمه سكر الجلوكوز، يبقى ما ينفعش البلاستيده دي ما تبقاش موجوده. يبقى الخلايا النباتيه بقى عندها مننا حاجه اسمها البلاستيدات الخضراء، دي اسمها ايه؟ البلاستيده الخضراء. يبقى بما ان احنا بنتكلم عن النبات بفكرك الاول بتركيب النبات. اي خلايا نباتيه من بره، اي خلايا في العالم نباتيه عندها من بره جدار خلوي، واي جدار خلوي يتكون من سيلوز. ما قلتش يترسب، قلت ايه؟ يتكون من سيلوز. جميع جدر الخلايا النباتيه ربنا خلقها بتتكون من سيلوز. تانيها بتتكون من سيلوز. يبقى فعلا عندها جدار خلوي، وهذا الجدار الخلوي يتكون من سيلوز، والسيلوز هو الراعي الرسمي للقوه والراعي الرسمي للمرونه. زي ما من بره في جدار، من جوه في غشاء بيعدي حاجات وحاجات لا. كان في قله كبيره اسمها الفجوه العصاريه بتخزن ميه، بتخزن غذاء، بتخزن فضلات. اي خلايا في العالم عشان تبقى عايشه عايزه نواه وسيتوبلازم اللي بيقولوا عليهم الكتله البروتوبلازميه. يبقى دي نواه والميه اسمها سيتوبلازم، كنا ممكن نسميهم كده الكتله البروتوبلازميه. اسمها الكتله الايه؟ البروتوبلازميه. حلو. النبات بقى عندنا يا شباب بيدعم نفسه ازاي؟ قال لك بص، في الاحياء النبات بيدعم نفسه وبيقوي نفسه بطريقتين. اول طريقه عن طريق ان النبات ياخد الميه ويدخلها جوه الكيس ده. حد عارف الكيس ده اسمه ايه؟ الفجوه العصاريه. ايه ده دكتور، هي الميه اللي من بره الخليه تقدر تخش جوه الخليه؟ اقول لك الميه اللي بره الخليه تقدر تخش يا صديقي العزيز جوه الخليه. هتقول لي ازاي يا دكتور؟ هقول لك انا بره في ميه كتير. قول لي ايوه فعلا، اصل دي التربه اهو. ما هو الخليه اهي، خليه موجوده في التربه. يبقى فعلا لما باجي اسقي النبات بسقي النبات ايه؟ التربه، بس التربه ميه. يبقى هنا الميه كتير في التربه. حلو. هل هنا في ميه؟ والله لسه الميه ما دخلتش، يعني هنا الميه تركيزها قليل. انا شايف ايه؟ انا شايف ان الميه اتحركت من التركيز العالي للتركيز القليل وقامت داخله جوه الفجوه العصاريه. العلماء اللي بصوا على المنظر ده سموا المنظر ده، دكاترتنا الابطال سموه الخاصيه الاسموزيه. يبقى لما اقول لك ازاي الميه اتنقلت من التركيز العالي للتركيز القليل، قول لي والله يا دكتور الموضوع ده حصل بواسطه خاصيه هنا اسمها الخاصيه الاسموزيه. فانا بقول لك عرف الخاصيه الاسموزيه. الكلام ده كله مش في الكتاب على فكره، انا بدردش معاك بس. قول لي الخاصيه الاسموزيه هو عباره عن انتقال المياه. انتقال مين؟ المياه من التركيز العالي للميه للتركيز القليل للميه. ادام هنا في تركيز عالي وهنا في تركيز قليل، فقامت الميه اتحركت من المكان اللي تركيزه عالي للمكان اللي تركيزه قليل. الميه اتجمعت هنا يا ولاد، الميه اتجمعت بالشكل ده. عارف بقى لما الميه تتجمع هنا تقوم الفجوه تكبر وتضغط على النواه وتزقها، وتضغط على الغشاء وتزقه، وتضغط على الجدار وتزقه. عارف المنظر بقى عامل ازاي؟ المنظر بتاعنا بقى عامل كده. بص 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 بص، الجدار الخلوي بقى مزقوق ازاي؟ يا ساتر يا رب. والغشاء البلازمي بقى موجود على الحرف ازاي؟ اهو. وبص النواه بقت على الجنب ازاي؟ والسيتوبلازم بقى موجود على الاطراف ازاي؟ خليها بقت منفوخه. والفجوه العصاريه اتنفخت ازاي؟ وبقت مليانه ميه. بالله عليك، خليه هنا كانت منكمشه، لما الميه دخلت جوه الفجوه كبرت، ضغطت على النواه والسيتوبلازم وضغطت على الجدار الخلوي، وهذا الجدار الخلوي له اسم بيقولوا عليه الجدار المتوتر. كلمه متوتر يعني الضغط عليه بسبب الميه، جدار متوتر. بالله عليك، هنا الخليه تحسها مكرمشه وتعبانه وما عندهاش دعامه، انما هنا الخليه منفوخه وكبيره شبه بجرامي. يالا بص يالا عامله ازاي؟
شاف قد ايه؟ خليه كبيره جدا 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 ما شاء الله، قويه، ماشيه عامله كده اهو، لسه طالعه من الجيم، خليه كبيره بيقولوا عليها خليه لديها دعامه، بس اسمح لك اكتبها لك بالقلم الاحمر، فسيولوجيه. ودي أول طريقة النبات بيدعم نفسه بيها، باستخدام الدعامة الفسيولوجية. الدعامة الفسيولوجية بحرف الف تعتمد على انتفاخ الخلية بالمية بحرف الف، نتيجة ان المية بتخش جوه الفجوة العصارية بحرف الف. يا ابني اغنية. الدعامة الفسيولوجية بحرف الف تعتمد على انتفاخ الخلايا بالمية بحرف الف، نتيجة ان المية بتخش جوه الفجوة العصارية بحرف الف. وللأسف كل اللي انا بشرحه غير مقرر على منهج طالب الثانوية العامة. ايه بجد والله؟ لسه ما بدأناش، كل ده مش في الكتاب وانت مش مطالب بيه. اما انت بتقوله ليه؟ عشان انت ما خدتش حاجه يا ابني. انت لازم تكون عارف الموضوع من اوله. بعد السبوره دي بقى هنشرح تاني طريقه اللي النبات فعلا بيدعم بيها نفسه، واللي موجوده عند حضرتك في مقرر كتاب الوزاره ان شاء الله. بس تعالى نفتكر مع بعض الكلام ده، لانه الكلام ده من غيره مش هتفهم حاجه. من الاول، النبات بيدعم نفسه ازاي؟ بطريقتين. احنا قلنا اول طريقه ان ينفخ نفسه بالميه ويبقى شبه بجرامي، خليه تبقى منفوخه، الفجوه كبيره والجدار مشدود والنواه السيتوبلازم بقى على الحراف من كتر ما الفجوه كبرت، والجدار بقى اسمه جدار ايه؟ متوتر، والخليه اتنفخت بالميه بالخاصيه الاسموزيه. ايه الخاصيه الاسموزيه دي؟ ان الميه بتتحرك من التركيز العالي الى التركيز القليل. يبقى اول طريقه النبات بيدعم بيها نفسه ان ينفخ نفسه بالميه. دي اول طريقه. حلو قوي. طب يا دكتور اتش، ايه هي بقى تاني طريقه النبات بيستخدمها عشان يدعم نفسه؟ احنا قلنا اول طريقه ان النبات ينفخ نفسه بالميه. ايه بقى تاني طريقه؟ ان النبات يعمل بص ترسيب لبعض المواد. يبقى تاني طريقه معلش، النبات هيعمل ايه؟ ترسيب لبعض المواد على سطحه الخارجي. النبات يرسب على نفسه بعض المواد. النبات يرسب على نفسه بعض المواد. المواد دي بقى في منها حاجات بتحمي النبات عن طريق انه مثلا تمنع فقد الميه. في منها حاجات تدي النبات قوه وصلابه. في منها حاجات تدي النبات قوه ومرونه. يبقى النبات عشان يدعم نفسه بطريقه تانيه يرسب على سطحه بعض المواد. وعشان النبات بيعمل ترسيب، بيعمل ايه معلش؟ ترسيب، فسموها دعامه اوعى تقول ترسيبيه اسمها دعامه تركيبيه. اسمها دعامه ايه يا معلم؟ تركيبيه. ليه سميناها تركيبيه؟ لان النبات بيستخدم فيها بعض التراكيب. النبات بيستخدم فيها ايه؟ بعض التراكيب. يبقى انا بقول لك يا دكتور محمد، لو جينا نتكلم عن الدعامه في النبات، بسم الله، النبات بيدعم نفسه ازاي؟ قلنا بطريقتين. اول طريقه ينفخ نفسه بالميه، والميه بتخش جوه الخليه او جوه الفجوه العصاريه بالخاصيه الاسموزيه. الجدار يبقى متوتر، الفجوه تبقى كبيره، النبات يبقى منفوخ بحرف الف، يعني عنده دعامه فسيولوجيه بحرف الف، ودي بره عننا. تاني طريقه النبات بيدعم نفسه عن طريق انه يرسب على سطحه بعض المواد. وترسيب تفكرك بدعامه ما تقولش سيبيه بقى، تركيبيه. يبقى دي اسمها الدعامه التركيبيه اللي بتعتمد على ترسيب بعض المواد. تخيل معايا لو انا معايا ورقه ضعيفه، ورقه كتاب يا عم ضعيفه، وقمت مرسب عليها مواد، تيجي تقطعها لا تعرف تقطعها؟ لا، لان لما ترسب عليها بعض التراكيب اصبح لديها دعامه تركيبيه. اهو برضو الورق بتاع النبات هنرسب عليه بعض الحاجات وتديله دعامه تركيبيه. مين بقى هي الحاجات اللي ان شاء الله هنبتدي حضرتك نرسبها مع بعض يا دكتوري العزيز؟ قال لك بص يا عم، عندنا كذا ماده ان شاء الله هنبتدي نرسبها مع بعض. اول ماده معانا وتعالى نتكلم عنها بقى بسم الله كده، ماده اسمها الكيوتين. يبقى لو سمعت كلمة كيوتين يبقى احنا بنتكلم عن دعامة تركيبية. مادة الكيوتين دي بتترسب على النبات. ايه يا دكتور تاني مادة معانا؟ قال لك يا عم بسم الله، عندك مادة كمان اهي اسمها مادة السيوبرين. حلو، مادة سيوبرين. يبقى لو سمعت كلمة سيوبرين يبقى انا بتكلم عن دعامة تركيبية. ايه تاني يا دكتور معاك؟ عندك مادة اسمها مادة السيليلوز. يبقى لو سمعت كلمة سيليلوز اللي كانت على الجدار الخلوي يبقى دي دعامة تركيبية. ايه تاني يا دكتور؟ عندك مادة اسمها
لجنين. لو سمعت كلمة لجنين يبقى دي اسمها دعامة تركيبية. يبقى إلى الآن صديقي العزيز عندنا 4 مواد، 4 مواد لو اترسبوا على النبات بيعملوا لنا نوع اسمه الدعامة التركيبية. اسمه الدعامة الإيه؟ التركيبية. يبقى أنا بقول لك إيه الدعامة التركيبية؟ قول لي والله يا دكتور الدعامة التركيبية هي عبارة عن دعامة تعتمد على ترسيب بعض المواد. تعتمد على إيه معلمها؟ ترسيب بعض المواد. حلو. مين هي بقى المواد اللي بتترسب؟ عندك 4 مواد. مين هم؟ كيوتين، سيوبرين، سيلولوز، لجنين. مين هم؟ كيوتين، سيوبرين، سيلولوز، لجنين. مين هم؟ كيوتين، سيوبرين، سيلولوز، لجنين. تعال نبدا بقى نتكلم عن اول ماده معانا اسمها كيوتين. نعرف اصلا الكيوتين بيترسب فين وايه قصته. بص يا حبيبي، قبل ما اتكلم عن الكيوتين فتعال افكرك كده برسمه قلناها مع بعض في الكورس التاسيسي. طبعا اي نبات في الدنيا يا جماعه بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن جذر، حلو، وساق، واوراق. يبقى اي نبات عباره عن يا جذر يا ساق يا اوراق. اسمح لي حبيبي الغالي اكلمك عن الورقه الاول. اسمح لي حبيبي الغالي ان انا اكلمك عن الورقه. اولا لو جينا بصينا على الورقه بتاعت النبات، ركز كده معايا. دي ورقه النبات اهي. بص يا باشا، دي كده الورقه. ورقه نبات حديث ذو فلقتين. ليه ذو فلقتين؟ وايه الفرق بين الفلقتين والفلقه الواحده برضو؟ النبات ذو فلقتين زي مين؟ ده اللي بيتقسم نصين، زي الفول، زي العدس، زي الترمس. مش حبه الفول دي بتتقسم حتتين كده؟ ده اسمه ذو فلقتين. انما ذو الفلقه الواحده زي مين؟ القمح، الذره، البلح، دي اسمها فلقه واحده. انما اللي بيتقسم حاجتين حبيتين كده ده اسمه ذو فلقتين. المهم يعني لو جينا بصينا على الورقه ده يا دكتور، الورقه طبعا بتبقى عباره عن المنظر ده كده، وبيبان فيه عرق كده اسمه العرق الوسطي. خلاص انا عايز اقطع الورقه كده بالشكل ده. هبص على الورقه هلاقي ايه؟ ايه اللي هيظهر قدامي؟ هلاقي ان الورقه حبيبي بقت بالمنظر الجميل ده، عباره عن بشره عليا، ومن تحت هنا بشره اهي اسمها البشره السفلى. حلو؟ يبقى الورقه عباره عن بشره عليا وعباره عن بشره سفلى، ولكن ركز معايا، البشره السفلى هنا فيها فتحات. ايه الفتحات دي؟ اتقل عليا دلوقتي هتفهم كل حاجه. بما ان في خلايا اسمها الخلايا الحارسه للصغور، لان الفتحه دي عباره عن ايه؟ منطقه اسمها الصغور. الصغور دي اللي بيخرج منها الميه والكلام ده كله. يبقى الفتحات دي اسمها ايه؟ الصغور. والخلايا دي اسمها ايه؟ الخلايا الحارسه. خلاص؟ يبقى دي هنا اسمها خلايا حارسه، والفتحه دي اسمها ايه؟ الصغور. المهم عندي ان الطبقه اللي فوق اسمها البشره العليا، يبقى اللي تحت اسمها البشره السفلى. ده تركيب الورقه. يبقى اي ورقه لو مسكتها من فوق دي اسمها بشره عليا، ومن تحت اسمها بشره سفلى. جميل، حلو، ولا كلمه. اقول لك ماشي، طب وبعدين؟ اقول لك بص يا ابني، لو جينا بصينا على الورقه يا جماعه بالمنظر ده هنلاقي ان هنا في خلايا بارنشيميه برميليه الشكل. خلايا مين معلش؟ بارنشيميه برميليه الشكل بالمنظر ده. يبقى دي اسمه ايه ده؟ نسيج بارنشيمي. طبعا شرحنا البارنشيمي في الكورس التأسيسي، روح اسمع الفيديو، ولكن هأكد عليه تاني دلوقتي. يبقى ده اسمه النسيج البارنشيمي. حلو، ماله يا دكتور؟ النسيج البارنشيمي ده لقينا يا جماعه من فوق كده مترسب عليه طبقه اسمها طبقه الكيوتين. يبقى النسيج البارنشيمي ده من فوق اهو اترسب عليه ماده اسمها ماده الكيوتين. يبقى دي طبقه الكيوتين اهو. قول لي بقى الكيوتين اللي كنت لسه اشرحها دي، يبقى الماده الحمراء دي اسمها ايه؟ قول لي اسمها ماده الكيوتين. حد برنسي يقول لي الكيوتين موجود فوق تحت ولا فوق بس ولا تحت بس؟ لا، قال لك في الاثنين، في كيوتين فوق وفي كيوتين تحت. بس خلي بالك ان الفتحات اللي تحت دي مش عليها كيوتين. الفتحات دي اللي هي الصغور دي مش عليها كيوتين. يبقى لما اقول لك الكيوتين مكانه فين؟ قول لي بص، بسم الله الرحمن الرحيم، موجود على البشره العليا بتاعه الورقه، وموجود على البشره السفلى بتاعه الورقه عذرا، ما عدا صغور البشره السفلى. يبقى موجود على البشره العليا، موجود على البشره السفلى، ما عدا صغور البشره السفلى. حلو قوي. الكيوتين ده بيعمل ايه؟ والله يا ابني النبات يا جماعه ممكن يفقد ميه بسبب حراره الشمس. هنا في شمس اهو، فالنبات يفقد ميه. قال لك الكيوتين ده بقى بيقلل فقد الماء. على فكره عمليه فقد الماء على صوره بخار دي اسمها يا جماعه عمليه النتح. يبقى لما النبات بيفقد ماء على صوره بخار الموضوع ده اسمه نتح. النتح الزياده ده ممكن يخلي النبات يخش مني في حاله جفاف. هو النتح مفيد على فكره، النتح مفيد، واقول لك مفيد ليه بعد كده، بس مبدئيا يعني فقد الماء على صوره بخار ده اسمه نتح.
خلاص. انما النبات لو فقد ميه بعد كده يجي له جفاف، فربنا يحط طبقه اسمها طبقه الكيوتين، والطبقه دي بقى يجي النبات يفقد الميه على صوره بخار، تلاقي معدل فقد الماء قل. خلي بالك هو كده الكيوتين بيخلي فيه فقد ميه بنسبه 5%، وده حاجه اسمها النتح الكيوتيني. فمعدل فقد الماء بس بيحصل له ايه؟ بيقل شويه. يبقى لما اقول لك وظيفه الكيوتين قول ايه؟ بسم الله كده، يمنع فقد الماء فعلا او بيقلل عمليه النتح. حلو الكلام؟ حلو قوي. طب النبات بيجي يفقد الميه طبعا من عن طريق مينها؟ فتحات اللي اسمها مينها؟ الصغور. خلاص؟ يبقى اول طبقه عرفناها الكيوتين، مكانه فين؟ تقول له والله الكيوتين موجود على بشره الورقه العليا وبشره الورقه السفلى. مش كده بس. لا موقف. لو حضرتك بصيت على ثمره مثلا زي ثمره التفاح، وليكن دي تفاحه مثلا اهو، تفاح، هتلاقي ان ثمره التفاح عليها من بره طبقه شمعيه. طبقه الشمع اللي بره دي، الشمع اللي بره ده عباره عن كيوتين. يبقى انا بقول لك التفاح عليه ايه؟ قول لي والله يا ابني التفاح ده عليه طبقه شمعيه. طب طبقه الشمع ده اصلا عباره عن ايه؟ قول لي والله يا ابني الشمع اللي بره ده عباره عن كيوتين. هتقول لي يا دكتور هو التفاح عليه شمع ليه؟ بص هات تفاحه هتلاقيها بتلمع، التفاح الامريكاني ده حطه في الميه، بل التفاح ما تنشفهاش، شيلها من الميه، هتلاقي فجاه التفاحه سبحان الله الميه اللي عليها بتتزحلق، وتلاقي التفاحه بتنشف لوحدها. ايه ده؟ ده سحر؟ لا مش سحر والله. اقول لك والله يا دكتور العزيز، اصل سبحان الله الطبقه الشمعيه دي تعمل على منع تجمع الماء، فتجعل الثمره، تمنع تجمع الماء فتجعل الثمره غير معرضه للبكتيريا والفطريات. يبقى نقول لك وظيفه الكيوتين في المناعه، دي اسمها ايه بقى؟ مناعه. هناخد لسه المناعه ان شاء الله. قول لي والله يا ابني الكيوتين طبقه شمعيه توجد على ثمره زي التفاح، فتمنع تجمع الماء مما يجعل الوسط غير ملائم لنمو البكتيريا والفطريات. اصل البكتيريا والفطريات بتحب المكان اللي فيه رطوبه، المكان اللي فيه ميه، فربنا عايز يحمي التفاحه يحط لها طبقه شمعيه اسمها طبقه الكيوتين. دكتور محمد مع احترامي ليك جامد قوي، كمل لي كده. الكيوتين اللي انت رسمته ده موجود فين؟ بسرعه قول معايا انا عايزك تطلع محاضره حافظ. على البشره العليا وعلى البشره السفلى، ما عدا صغور البشره السفلى، بيمنع فقد الميه اثناء عمليه النتح. طب بص بسم الله، على ثمره التفاح بيبقى فيه شمع يمنع تجمع الماء ويجعل الوسط غير ملائم لنمو البكتيريا والفطريات. ايه تاني؟ قال لك زي ما الكيوتين موجود على الورقه، مش دي ورقه؟ قال لك الكيوتين ممكن الاقيه على السيقان، اسمع بقى، الحديثة أو السيقان العشبية. يبقى الكيوتين يا جماعة ممكن الاقيه على السيقان الحديثة أو السيقان العشبية. الصفحة دي كده تخص الكيوتين يا جماعة. يبقى كل ده بلاقي عليه كيوتين. السيقان الحديثة أو السيقان العشبية دي لسه طالعة، زي سيقان الملوخية، سيقان البقدونس. بصوا يا جماعة، دايما اي ساق لسه بتنمو بتبقى ضعيفه، فبتلاقي ان البشره، طبقه البشره اللي هي اول طبقه على الساق، عليها سبحان الله ترسيبات من ماده اسمها ماده الكيوتين. يبقى دي كده الاسود ده مين؟ البشره العليا للساق. طب الاحمر ده يا دكتور اتش؟ قول لي والله الاحمر ده كيوتين. طب انت عارف مع مرور الوقت السيقان العشبيه، السيقان الحديثه دي لما بتكبر ممكن بعد كده بقى تبقى ساق خشبيه. السيقان الخشبيه زي سيقان مثلا اشجار اسمها اشجار الصمت، ما بنلاقيش بقى كيوتين، ما بنلاقيش كيوتين لانها كبرت في السن خلاص. امال بنلاقي ايه؟ بنلاقي في نسيج بيظهر كده اسمه نسيج الفلين. اسمه نسيج ايه يا معلم؟ الفلين. والنسيج ده بقى بيبتدي من الداخل يترسب فيه ماده غير الكيوتين خالص، الماده دي اترسبت من جوه. الماده دي خلي بالك، بص الكيوتين من بره، بص الكيوتين جاي ايه؟ جاي من بره. بص الكيوتين يترسب فين؟ الكيوتين يترسب بره. بص الكيوتين يترسب فين؟ الكيوتين يترسب بره. انما هنا بص الفلين ده اللي هي الماده السوداء، صح؟ دي خليها اسمها الفلين. السيوبرين الماده اللي جوه دي اسمها السيوبرين، اترسبت من بره ولا من جوه؟ من جوه. يبقى ده كده اسمه ترسيب داخلي من السيوبرين. بص يا معلم، الكيوتين على الورقه والسيقان الحديثه والعشبيه، بينما السيوبرين على السيقان الخشبيه. يبقى بص كيوتين عشبيه،
سيوبرين خشبيه، كيوتين عشبيه، سيوبرين خشبيه، كيوتين خارجي، كيوتين خارجي، سيوبرين داخلي، سيوبرين داخلي. اوعى تنسى الكيوتين بره والسيوبرين جوه. وعلى فكره الماده الوحيده اللي عليك في الدعامه كلها بتترسب من بره الكيوتين، ما دون ذلك كله ترسيب داخلي يا ولاد، ما دون ذلك كله ترسيب داخلي يا دكاتره. يبقى الماده الوحيده اللي بتترسب من بره الكيوتين، ما دون ذلك كله بيترسب من جوه، سيوبرين، سيليلوز، ليجنين، كل اللي هنشرحه بعد كده ان شاء الله بيترسب من جوه. الماده الوحيده اللي بتترسب من بره هي الكيوتين قولا واحدا. حلو قوي. خلي بالك بقى، ده كده اول حاجه الكيوتين. احنا قلنا عندنا 4 مواد: كيوتين، سيوبرين، سيليلوز، ليجنين. كيوتين، سيوبرين، سيليلوز، ليجنين. كده احنا خلصنا بفضل الله الكيوتين. بس لا تعليق على الرسمه دي. لو جينا بصينا على الورقه يا جماعه، الورقه بيبقى عندها من هنا نسيج طبعا، بسم الله، اسمه النسيج العمادي، عشان واخد شكل عمدان، ده اسمه النسيج الايه؟ العمادي. وبيني وبينك النسيج العمادي ده اصلا عباره عن نسيج بارنشيني. حلو يا دكتور، طب ما الازرق ده نسيج بارنشيني، ايه الفرق ما بينهم؟ يلا تعالى لي بقى. النسيج البارنشيني ده اللي موجود على البشره، صح؟ يرسب عليه كيوتين فلديه دعامه تركيبيه. ان دكتور اتش قال في اول محاضره الدعامه التركيبيه بتعتمد على الترسيب. ترسيب، بان البارنشيمي ده عليه ترسيب كيوتين اللي هو الازرق اللي فوق اللي انا راسمه ده اهو. ده النسيج البارنشيمي ده، شايفين المربعات اللي انا بعملها دي اهو، اللي فوق الازرق ده عليه ترسيب كيوتين، فده عنده دعامه تركيبيه. انما النسيج العمادي اللي هو الاسود اللي تحت ده عباره عن نسيج بارنشيمي بس ضعيف، ما عندوش ترسيبات، وبالتالي ما عندوش دعامه تركيبيه. جميل. طب عارف يا دكتوري العزيز، هلاقي هنا نسيج اهو اسمه النسيج الاسفنجي. النسيج ايه ده؟ ايه النسيج الاسفنجي ده؟ على فكره يلا خد دي بقى، النسيج الاسفنجي اللي تحت ده نسيج بارنشيمي. بس انا راضي ذمتك، هل انت شايف عليه ترسيبات؟ لا. هل عنده دعامه تركيبيه؟ لا. يبقى مين في دول البارنشيمي الوحيد اللي عنده دعامه تركيبيه؟ هو البارنشيمي الذي يوجد على طبقه البشره العليا اللي مترسب عليه ماده اسمها كيوتين، هو الوحيد اللي عنده دعامه تركيبيه. جميل. حلو. هنلاقي هنا بقى، استنى امسح الحته دي، نسيج خلايا دائريه كده، والمسافات البينيه مقفوله بالشكل ده اسمه نسيج كولانشيمي. اسمه نسيج ايه يا معلم؟ كولانشيمي. يبقى ده كده اسمه نسيج كولانشيمي بالمنظر ده. خلاص تمام. بعد كده الرسمه المعتاده، بنقسم الجزء ده اسمها الحزمه الوعائيه حتتين، الحته اللي بره خشب والحته اللي جوه لحاء، تحت لحاء. حلو. طب مين اللي هنا؟ تقول والله يا ابني اللي هنا ده برضو نسيج كولانشيمي اهو، ده اسمه نسيج كولانشيمي. هنا بقى ليا تعقيب، اللي انا رسمه ده عباره عن ورقه نبات حديث ذو فلقتين او ذات فلقتين. فبتلاقي ان الحزمه الوعائيه دي متدعمه من فوق ومن تحت بنسيج كولانشيمي. انما لو كانت ورقه لنبات ذا فلقه واحده، النسيج اللي فوق واللي تحت مش هيبقى كولانشيمي، هيبقى اسكالرانشيمي. الحته دي للعيال بتوع طب بس. يبقى بص، لو قال لك دي ورقه نبات ذو فلقتين، قول له يعني ايه فلقتين؟ يعني فول عدس ترمس. على فكره ممكن ما يجيبلكش الرسمه، هو ممكن يرسم لك الرسمه دي ويقول لك النبات ده مين؟ فول ولا عدس ولا بلح ولا، يقعد يسال، قول له ده ذو فلقتين. عرفت منين؟ من فوق كولانشيمي ومن تحت كولانشيمي وهنا خشب ولحاء. يبقى الخشب واللحاء اللي هي الحزمه الوعائيه من فوق اتدعمت بالكولانشيمي ومن تحت اتدعمت بالكولانشيمي، يبقى ده نبات ذو فلقتين زي الفول والعدس والترمس. حلو. انما لو كانت نفس الرسمه بس من فوق اسكالرانشيمي ومن تحت اسكالرانشيمي، يبقى ده كده نبات ذو فلقه واحده. قمح وذره بقى والكلام ده، فلقه ايه؟ واحده. يبقى لو فوق وتحت كولانشيمي يبقى فلقتين، فوق وتحت الحزمه الوعائيه اسكالرانشيمي يبقى ده فلقه ايه؟ فلقه واحده. كده انا خلصت اول حاجه معانا طبعا الكيوتين. تعال نكتب بقى الكيوتين بسرعه يلا. الكيوتين مكانه فين يا دكتور العزيز؟ قول لي بسم الله الرحمن الرحيم. الكيوتين يا دكاتره يوجد على بشره الورق
العليا والسفلى ما عدا ثغور البشرة السفلى. خلصنا الكيوتين. طب ايه تاني؟ كان يوجد على بعض الثمار زي ثمرة التفاح، كان موجود في بعض السيقان الحديثة أو السيقان العشبية. شكرا يا كيوتين، ربنا يبارك لك ويحفظك. وظيفته طبعا منع فقد الماء، يعني بيعمل حماية من الجفاف. هو كيوتين بيترسب فين؟ بره عشان يحمي اللي جوه، يبقى بيترسب خارجي لحمايه الانسجه الداخليه. ما هو لما احط الحاجه من بره يبقى انا عايز احمي الحاجه اللي جوه، يبقى وظيفته حمايه الانسجه الداخليه. بيني وبينك الكيوتين والسيوبرين اللي انا لسه هشرحه ده ليس لهم علاقه بالقوه ولا بالصلابه. يعني ما تقولش انا هحط كيوتين وسيوبرين عشان ادي النبات قوه وصلابه. امال دول بيعملوا ايه بس؟ تقول والله يا ابني دول بيعملوا ايه؟ حفاظ على الأنسجة الداخلية، بيحموا النبات وخلاص ويمنعوا فقد المية والكلام ده. إنما هل لهم علاقة بالقوة والصلابة؟ قول لي لأ، ما لهمش علاقة ولا بالقوة ولا بالصلابة. خلي بالك اوعى تنسى صديقي العزيز أن الكيوتين هو صاحب الجملة الأشهر على الإطلاق والجملة المميزة، إن ده الوحيد اللي يعتبر الترسيب بتاعه ترسيب إيه؟ خارجي، بيترسب من بره. إنما الباقي والله من غير ما أشرح، ترسيب داخلي، ترسيب داخلي، ترسيب داخلي. يبقى خلي بالك كلهم ترسيب داخلي ما عدا الكيوتين ترسيب خارجي. طب السيوبرين مكانه فين وقصته ايه؟ ومع بعض كده واحده واحده. بص يا باشا، لو جينا بصينا على السيوبرين يا جماعه، طبعا بيبقى عندي هنا خلايا بتبقى موجوده على السيقان الخشبيه اسمها خلايا الفلين اهي. يبقى دي اسمها خلايا الفلينيه. شايفين؟ تخيل دي الساقه بتاع النبات، يبقى دي الساقه، خلايا اسمها خلايا الفلين. خلايا الفلين دي بقى لو جينا بصينا عليها من جوه بيترسب عليها من الداخل بشكل كامل ماده اسمها السيوبرين، وطبعا دي سيقان خشبيه كلها. يبقى خلي بالك ان السيوبرين اهو موجود فين؟ يوجد على خلايا الفلين، ولكن منين؟ من الداخل، والترسيب بتاعه بيبقى بشكل ايه؟ ترسيب داخلي كامل. خلي بالك بقى السيوبرين ده ما بيعديش الميه. يعني اسال سؤال، لو هنا مثلا في شويه ميه اهو، في ميه اهو، هل الميه دي هتعرف تطلع؟ لا. هل الميه هتعرف تخش؟ لا. فالمكان اللي بيبقى فيه سيوبرين بنسبه كبيره بتبقى خلايا ميته، عشان كده خلايا الفلين دي اصلا تعتبر خلايا ميته. خلايا الفلين دي بنعتبرها خلايا ايه؟ خلايا ميته. يبقى الفلين دي كده تعتبر خلايا ايه يا باشا؟ خلايا ميته. ليه؟ عشان عليها سيوبرين. يبقى السيوبرين دي ماده غير منفذه للميه، زي كيوتين كانت ماده برضو بتمنع نفاذ الماء، يعني ماده غير منفذه للميه. في مشاكل؟ وظيفته حمايه الانسجه الداخليه. حمايه الانسجه الداخليه. طب السيلوز، عندك بقى ماده اسمها سيلوز اهي، وعندك ماده اسمها ليجنين. بص يا حبيبي، عشان انا عايز اقول لك على معلومه مهمه في السيلوز دي، عشان اختلفوا عليها وانا اقول لك الكلام اللي صح بقى. بص دلوقتي دي الخليه النباتيه، ده الجدار الخلوي. ده مين؟ الجدار الخلوي. ولما الخليه تعمل عمليه بناء ضوئي بيتصنع في البناء الضوئي سكر اسمه جلوكوز. سكر الجلوكوز ده بيترمي في السيتوبلازم. يبقى ده السيتوبلازم اللي اتصنع فيه سكر اسمه الجلوكوز. جلوكوز جنب جلوكوز جنب جلوكوز جنب جلوكوز جنب جلوكوز يتجمع مع بعضه ويكون لي ماده اسمها سيلولوز، الماده اللي احنا عايزينها. يبقى لما الجلوكوز يتحد مع جلوكوز يتحد مع جلوكوز يصنع السيلولوز. السيلولوز ده بقى بياخد بعضه كده، بياخد بعضه ويروح يقف على الجدار الخلوي من الداخل. يبقى القصه من الاول اهي. في عمليه البناء الضوئي تم تصنيع الجلوكوز في السيتوبلازم. الجلوكوز اللي اتصنع ده يتحد مع بعضه يكون لي سيلوز. يوم السيلوز يخش ويترسب على الجدار من جوه. فانت عارف بقى ممكن تيجي رسمه في الامتحان. ايه الرسمه دي؟ بص الحته دي بقى، دي تريكايه اتشاويه. بص تريكايه اهو، تريكايه اتشاويه عالميه. ركز في التريكايه دي 2027. هيرسم لك رسمه جدار خلوي،
ويرسم لك مثلا تحته غشاء بلازمي، ما انت عارف ان الجدار تحته الغشاء، ويرسم لك مثلا السيتوبلازم اهو. بالشكل ده. خلاص؟ يقول لك مثلا اذا علمت ان الاحمر ده كده يعبر عن الجدار، والاسود ده كده مثلا يعبر عن الغشاء، والازرق ده كده مثلا يعبر عن السيتوبلازم. ويقوم يا معلم يا باشا البشوات عامل لك السهم الايه الجميل ده، يقول لك ماده كده ويحطها لك بره كده، يقول لك دي الف، ويجيب لك ماده تانية كده ويحطها لك جوه كده على الجدار من جوه اهو، يقول لك دي ب. تتوقع مين الف ومين ب، وده ينزل سؤال مقالي. قول له والله بص يا معلم الف طلعت على الجدار من بره، اذا الف وانا مغمض زي ما دكتور اتش علمنا كيوتين، لان الكيوتين ترسيبه خارجي. انما ب جت على الجدار من جوه، جت على الجدار من جوه. قول له والله ب اللي كان اتصنع في السيتوبلازم وترسب على الجدار من جوه هو ماده السليلوز. صنعت في السيتوبلازم وقامت طالعه مترسبه على الجدار منين؟ من الداخل، انما دي على الجدار منين؟ من الخارج. وضحت؟ ماشي. السيلوز ده طبعا بيبقى موجود على الجدار الخلوي من الخارج. سوري انا اسف، من الداخل. يبقى ده كده يرسب على الجدار من اهم كلمه الداخل. خلاص؟ منفذ من الميه ولا غير منفذ؟ خلي بالك الكيوتين غير منفذ، السيبرين غير منفذ، على فكره الليجنين غير منفذ، كلهم غير منفذ للميه ما عدا السيلوز ماده منفذه للماء، بتدلع دي تعدي الميه عادي جدا. هو الراعي الرسمي للقوه والمرونه. انت عارف بقى الليجنين هو الراعي الرسمي للقوه والصلابه. خلاص؟ ده كده الفرق ما بينهم يا دكتوري العزيز. طب الليجنين ده بنشوفه فين؟ يعني السيلوز اي جدار خلوي بيتكون من سيلوز، برانشيمي جدار خلوي عنده سيلوز، كولانشيمي جدار خلوي عنده سيلوز، سكالارانشيمي جدار خلوي يتكون من سيلوز. انما السيلوز ده بيترسب فين؟ قال لك بص خلي بالك ان السيلوز ده بيتم ترسيبه في نوعين من الانسجه. بيترسب على النسيج الكولانشيمي وده بشكل اساسي، وبنلاقيه احيانا مترسب في النسيج الاسكالارانشيمي. يبقى السيلوز ده بيترسب فين؟ ما قلتش بيتكون، هو بيتكون في كله، اي جدار بيتكون من السيلوز. برسبه فين بقى؟ بحطه كده فين؟ قول لي على النسيج الكولانشيمي والنسيج الاسكالارانشيمي. انما الليجنين قال لك ده بيتم ترسيبه، بيترسب على النسيج الاسكالارانشيمي فقط. النسيج الايه يا باشا؟ الاسكالارانشيمي ايه فقط هو اللي بيترسب في الليجنين. الليجنين ممكن نشوفه في النسيج الاسكالارانشيمي اللي بيبقى موجود مثلا في الالياف وخلايا تانية صلبة كده اسمها الخلايا الحجرية، لأن الليجنين هو الراعي الرسمي للقوة والصلابة. الألياف زي ألياف المانجا، جه سؤال لا ألياف المانجا نسيج يقولوا نسيج سكالارانشيمي عليها مادة الليجنين، عشان كده أنت بتاكل المانجا الألياف اللي فيها الشعر اللي فيها تلاقيه صلب، ما بيتقطعش بإيه؟ ما بيتقطعش بسهولة. طب يا دكتور أنت كده فهمت لنا الأربع حاجات بسرعة بقى، يلا ها، كيوتين، سيوبرين، سيلوز، ليجنين، قولوا أنتوا. الكيوتين على الطبقة الخارجية، الباقي على الطبقة الداخلية، كلهم ما بيعدوش المية ما عدا السيلوز، هو الوحيد اللي بيعدي الميه. السيلوز بيترسب فين؟ على الكولانشيمي والسكالارانشيمي. الليجنين بيترسب فين؟ على السكالارانشيمي فقط. واي حاجه مترسب فيها الليجنين بنعتبرها نسيج ميت، زي مثلا الخشب نسيج ميت عشان عليه ليجنين. النسيج الاسكالارانشيمي نسيج ميت عشان عليه ليجنين. في مشاكل؟ لا اظن مفيش اي مشكله اطلاقا. خلاص؟ افكرك بس بسرعه كده بانواع الانسجه عشان حضرتك ممكن تكون ايه مش فاكرها. عندنا 3 انواع من الانسجه بسرعه. نسيج اسمه البارانشيمي، كل ده اتشرح في الكورس التاسيسي، انا بعيد تاني عشان افكرك. نسيج اسمه النسيج الاسكالارانشيمي، خلينا نكتب معلش الكولانشيمي الاول. الكولانشيمي. والنسيج الاخير اسمه النسيج الاسكالارانشيمي. ايه الفرق يا دكتور ما بين ال3 انواع من الانسجه؟ طبعا دول انسجه نباتيه.
اولا النسيج البارانشيمي هو عباره عن نسيج حي. الكولانشيمي نسيج حي. السكالارانشيمي غير حي. حد برنس يقول لي ليه غير حي؟ عشان عليه لجنين، واي حاجه فيها لجنين ميته. يعني ايه حي بقى؟ كلمه حي ده يعني بنلاقي عنده النواه وبنلاقي عنده السيتوبلازم. يبقى لو لقينا في الخليه نواه وسيتوبلازم نقول عليها خليه حيه. البرانشيم هنا عباره عن خلايا مدوره مسافتها منوره. قول اغنيه لها خلايا مدوره مسافتها منوره. بتلاقي فعلا بص خلايا دائريه الشكل اهو، وما بين الخليه والخليه في مسافه. المسافه دي بيقولوا عليها المسافه البينيه. يبقى دي اسمها مسافات بينيه ودي غرضها التهويه. النسيج ده حي. يعني حي يعني عنده نواه وسيتوبلازم. عنده نواه وسيتوبلازم، وطبعا عنده بلاستيدا وبيعمل بناء ضوئي. اي نسيج بارانشيمي ما عندوش دعامه تركيبيه ما عدا البارانشيمي اللي كان على بشره ورقه النبات كان عنده دعامه تركيبيه ومترسب عليه كيوتين. الكولانشيمي يا جماعه نفس الكلام، خلايا بالشكل ده ولكن حدث لها ترسيب غير منتظم من ماده السيلولوز لدرجه ان المسافات البينيه اللي في النص هتتقفل بالشكل ده. يبقى هنا في ترسيبات على الاركان ولكن الترسيبات هنا غير منتظمه من ماده مينها السيلولوز. المسافات اتقفلت خلاص. هنا حصل ترسيب سيلولوز. قول لي ادام في ترسيب يبقى هنا دي تعتبر دعامه تركيبيه. يبقى هل الكولانشيمي دعامه تركيبيه؟ قول لي عشان عنده ترسيب سيلولوز. السكالارانشيمي بقى خلايا ميته وبتبقى شبه خليه النحل كده، خلايا مضلعه بالشكل ده يا شباب. هنا مفيش اي مسافات بينيه، اترسب عليها مادتين. الاقي احيانا اترسب عليها لجنين، ترسيب داخلي طبعا، لجنين اهو، وترسب عليها الماده بتاعتنا كمان اللي هي مين؟ السيلولوز. يبقى دي عندها ترسيب لحاجتين، ترسيب سيلولوز وترسيب لجنين. ترسيب سيلولوز ترسيب لجنين. خلي بالك ان موقع النسيج الكولانشيمي والسكالارانشيمي واماكن انتشاره وتوزيعه بيدعم النبات. يعني الحتت اللي فيها كولانشيمي كتير وسكالارانشيمي كتير تلاقيها قويه لان عليها ترسيبات، فاماكن انتشارهم وتوزيعهم بيدعم النبات. اللي انا عايزه مين؟ اضعف واحد بارانشيمي، اقوى واحد اسكالارانشيمي. اللي ما عندوش دعامه بارانشيمي ما عدا بارانشيمي البشره عنده دعامه. الكولانشيمي والاسكالارانشيمي عندهم دعامه تركيبيه حيث ان ده تم ترسيب سيلوز بينما ده تم ترسيب سيلوز ولجنين. حلو قوي 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 قوي. تعالى كده بقى مع بعض يا دكتور نبتدي نبص على كلام كتاب الوزاره ونبتدي نقرا مع بعض من مذكره دكتور اتش كده سريعا ونشوف الدنيا بتقول ايه. اولا الدعامه في النبات. والله يا ابني الدعامه في النبات هي دعامه تتناول جدر الخليه او اجزاء منها، لان احنا قلنا ان الجدار بتاع الخليه ده هو اللي بيترسب عليه بقى بعض المواد. حلو قوي. تترسب بعض المواد الصلبه القويه. هنا نستثني مين ومين؟ كيوتين سيوبرين ما فيهمش قوه صلابه. في جدر خلايا النباتات او في اجزاء منها. طب ده بيعمل ايه؟ والله يا ابني لما برسب الحاجه من بره يبقى انا بحمي الحاجه اللي جوه، زياده قدره الخلايا الخارجيه في الحفاظ على الانسجه الداخليه. خلي بالك انا ممكن ارسب كيوتين او ارسب سيوبرين او ارسب لجنين، اوعى تقول سيلوز، والحاجات دي بتمنع فقد الماء. او اكسب النبات الصلابه والقوه. طبعا القوه والصلابه زي ماده مينها اللجنين تدي قوه صلابه. خلاص حلو. طبعا هنا دي رسمه مصغره، دي البشره العليا ودي البشره السفلى، وهنا في صغور اهو. النسيج اللي واخد شكل عمدان ده النسيج العمادي وده النسيج الاسفنجي، والاثنين دول سواء عمادي او اسفنجي ما لهمش علاقه بالدعامه، انما البشره بس هي اللي لها علاقه بالدعامه. اللي فوق ده خشب واللي تحت ده طبعا اللحام. هنا ده رسمه لنسيج سكالارانشيمي، خلايا مضلعه مترسب فيها لجنين، ودي خلايا ملزقه اهي كولانشيمي مترسب فيها مين؟ سيلوز نسيج كولانشيمي. طبعا لو شفت صف واحد من الخلايا بدي طبقه البشره. لو شفنا كبرها لك اهو بسم الله. لو شفت كده قدامك صف واحد من الخلايا اهو، صف واحد من الخلايا اهي، صف واحد من الخلايا يبقى دي اسمها طبقه البشره والبشره عليها كيوتين. صف واحد من الخلايا يبقى دي طبقه البشره والبشره عليها ايه؟ كيوتين. الرسمه دي يا جماعه دي عباره عن طبقات الفلين اللي بتبقى موجوده في السيقان الخشبيه. يبقى دي احفظها يا جماعه احفظها. يبقى هي طبقه ايه؟ طبقه ايه؟ الفلين اهي اللي بتبقى موجوده فين؟ في السيقان الايه؟ الخشبيه. دي الخلايا المضلعه اللي شبه خليه النحل مترسب فيها لجنين ما فيهاش نواه سيتوبلازم، يبقى ده نسيج سكالارانشيمي ميت. دي عباره عن خلايا مدوره والمسافات شفتوا ملزقه ازاي؟ ملزقه في بعضها ازاي؟ بماده سيلوز. يبقى ده نسيج كولانشيمي طبعا وده نسيج ايه؟ نسيج حي. الدعامه في النبات. طبعا اهميه الدعامه ايه؟ خلي بالك عشان الحاجات دي حفظه جدا. واحد،
بتزود سمك جذور خلايا البشره خاصه الطبقه اللي بره. ايه تاني؟ ممكن ارسب على النبات ماده الكيوتين، وطبعا احنا لسه قايلين الكيوتين ما بتعديش الميه يعني غير منفذه للماء. او ارسب عندك سيلوز او لجنين. تمام، خلي بالك على الترتيب، السيلوز بيترسب على الكولانشين واللجنين بيترسب على الاسكالارانشين. قلت لك الامثله، الالياف زي الياف المانجا او الخلايا الحجريه، طبعا ده بيدي قوه وصلابه. وقلنا ان اماكن انتشار هذه الخلايا وموقعها تدعم مين؟ النبات، والحته دي بيحبوها قوي في النماذج الاستشاريه. اماكن تواجد النسيج الكولانشيمي والاسكالارانشيمي يدعم النبات. خلاص. او ممكن احوط النبات يحوط نفسه بطبقه من خلايا الفلينيه، والفلين ده ما بيعديش الميه، وارسب فيها سيوبرين. واديتك مثال قلت لك لو دي خلايا الفلين، دي خلايا الفلين اهي، خليه الفلين بيترسب فيها من الداخل ماده السيوبرين، لان السيوبرين ده ترسيبه داخلي، واستحاله السيوبرين يعدي الميه، استحاله السيوبرين يعدي الميه. الدعامه التركيبيه، بص يا جماعه، واحد، هي عباره عن دعامه دائمه. ليه يا دكتور بقى الدعامه التركيبيه دعامه دائمه؟ والله يا ابني الدعامه الفسيولوجيه كانت بتعتمد على انتفاخ الخليه بالميه. لو في ميه في دعامه فسيولوجيه، مفيش ميه بسبب الشمس والحر مفيش دعامه فسيولوجيه. انما هنا يا جماعه الدعامه التركيبيه ملهاش علاقه بالميه، دي بتعتمد على ترسيب بعض المواد. في ميه مفيش ميه، الدعامه التركيبيه شغاله على طول، فبيقولوا عليها دعامه دائمه وبيحبوها جدا. بتيجي في الامتحان بالكيرف ده، بيرسموها بالخط ده، خط ثابت. يبقى دي تقول له بسم الله الرحمن الرحيم كده دعامه تركيبيه، خط ايه يا معلم؟ ثابت، ولا بيتاثر بالحراره ولا بيتاثر باي حاجه، ليس له علاقه بالحراره ليس له علاقه بالميه، خط ثابت. طب ايه المواد اللي بنرسبها؟ قال لك سيلوز، لجنين، كيوتين، سيوبرين، وشرحناهم كلهم. خلاص. طب الوظيفه قلنا ان انا برسب على الحاجات الخارجيه عشان احافظ على الانسجه الداخليه، انا كاني براجع مع حضرتك الكلام اللي انا قلته. الرسمه دي مهمه موت موت موت. ده عباره عن قطاع في ساق نبات حديث يعني لسه في الاول، عشبي يعني، ممكن او ممكن خشبي على فكره. ما هو الحديث دي بتتقال على العشبي او الخشبي. الخشبي لما بيبقى في الاول بيبقى حديث وبيبقى عليه كيوتين برضه على فكره. حلو، يبقى ساق حديث ذو فلقتين. حلو، يبقى انا متوقع حديث يبقى لها كيوتين. ادي طبقه البشره العليا عليها نسيج برانشيمي اهو وفيها ماده الكيوتين. طب تحتها هلاقي نسيج، عشان ده ذو فلقتين، نسيج كولانشيمي. يبقى الطبقه اللي تحتها ده نسيج ايه؟ كولانشيمي. طب وبعد كده خلي بالك ركز، الاحمر ده لو انت فاكره اهو الاحمر ده شايفينه اهو، ده نسيج مين؟ اسكالارانشيمي اللي احنا كنا جايبينه في الرسمه دي اهو. الرسمه دي فاكر؟ الرسمه دي احنا قاطعينها اهو، ده النسيج الاسكالارانشيمي هو في نفس الرسمه دي اهو. بص اهو، ده شايفينه؟ ده نسيج اسكالارانشيمي اهو. طب بص اهو، ده نسيج اسكالارانشيمي اهو. فهمتوا الفرق؟ هي نفس الرسمه. يبقى ده كده عباره عن نسيج اسكالارانشيمي يا شباب، نسيج اسكالارانشيمي. وقلنا الاسكالارانشيمي متغلظ بايه؟ بالليجنين. يبقى حفظ صم، الكولانشيمي سيلوز، الاسكالارانشيمي ليجنين. حلو. طب وبعدين عندك بسم الله الرحمن الرحيم بقى، لا طبعا دي الحزمه الوعائيه. الحزمه الوعائيه عباره عن لحاء، وهنا خشب، وفي النص هنا في نسيج اسمه كامبيوم. يبقى في نسيج اسمه كامبيوم، الكلام ده احنا شرحناه في الكورس التاسيسي. يبقى ده اسمه كامبيوم، من فوق لحاء ومن تحت خشب. اوعى تكون بتسمع ده وانت ما سمعتش الفيديو بتاعنا. تمام. طب وبعدين الخشب ده طبعا بيبقى فيه ماده اسمها ليجنين. يبقى انا اهم حاجه عندي حفظ الترتيب. واحد، بشره كيوتين، كولانشيمي، اسكالارانشيمي اهو. بص اهو، بشره كيوتين، كولانشيمي عليه سيلوز، اسكالارانشيمي. بعد كده الترتيب بتاعنا بقى لحاء، كامبيوم، خشب، لحاء، كامبيوم، خشب. وطبعا الكامبيوم دي خلايا بتنقسم عشان تعطي لحاء وتعطي خشب. خلاص تمام. الخشب ده طبعا مترسب فيه لجنين. الرسمه دي بتيجي دايما في الامتحان، يقوم عامل لك نسيج الخشب ونسيج اسكالارانشيمي، يقول لك ده خشب مثلا وده اسكالارانشيمي اهو، اسكالارانشيمي. يقول لك مين سين حاجه مشتركه، اقول له والله يا ابني الخشب عنده لجنين والاسكالارانشيمي عنده لجنين، يبقى الاثنين مشتركين في مين؟ هتقول له والله الاثنين مشتركين في ماده اللجنين، الاثنين مشتركين في ماده اللجنين. جدول جميل قوي قوي هيلخص لك الدنيا عشان نختم بقى. اولا اهو بسم الله، تعال نشوف كله بيترسب جوه ما عدا الكيوتين بره. بص الكيوتين يعتبر على سطح الخلايا البشره من الخارج، الكيوتين من بره. طب بص ده من الداخل. حلو. السيلوز بيدعم مين؟ قلنا السيلوز بيبقى موجود في النسيج الكولانشيمي، وعلى فكره في سيلوز في الاسكالارانشيمي بس كميته قليله مش مهم. طب اللجنين في الاسكالارانشيمي زي مين؟ قلنا اي خلايا ميته او الياف حجريه. خلاص تمام. الكيوتين موجود فين؟ على طبقه البرانشيمي اللي موجوده في بشره الورق، خلايا حيه. السيبرين موجود فين؟ في خلايا الفلين. لو دي خلايا الفلين قلنا السيبرين بيترسب من الداخل بشكل كامل. كله يا جماعه غير منفذ. بص غير منفذ ما عدا السيلوز منفذ. السيلوز الوحيد اللي بعد الميه. السيلوز هو الراعي الرسمي للقوه والمرونه، اللجنين هو الراعي الرسمي للقوه والصلابه، الكيوتين طبعا بيمنع النفاذ، والسيبرين برضو بيمنع نفاذ الميه.
وده كده يعتبر المخطط الرئيسي والاهم في جزء الدعامه في النبات. ليه بس تعقيب بسيط على ملحوظه وتركايه اتشاويه عايز حضرتك تكون عارفها. حضرتك لو ده كده يعني ماشي، ده طبعا النبات عباره عن ساق وجذور واوراق. خلاص. طبعا ازاي الميه بتطلع، بس تعقيب يعني، ازاي الميه بتطلع من تحت لفوق؟ يعني الميه ازاي بتطلع من تحت لفوق كده عكس الجاذبيه؟ على فكره الجذر فيه خشب بيطلع الميه، انت عارف ان الخشب بيعدي الميه من تحت لفوق عكس الجاذبيه، والساق فيه خشب بيعدي الميه من تحت لفوق عكس الجاذبيه، والورقه فيها خشب برضه. يبقى الاسانسير اللي بيطلع الميه هو وعاء الخشب يا ولاد، بيطلع الميه منين لفين؟ من تحت لفوق، من الجذر، الساق، الورقه. طب يا دكتور الميه بتعدي ازاي؟ ركز بقى معايا في اللي انا هرسمه ده، ركز عشان الكلام ده انت مش هتسمعه بره، الكلام ده مش عليك اصلا قوي قوي كمنهج، بس لما يقابلك في الاسئله انت الوحيد اللي هتتميز عن غيرك، ففوق معايا ابوس ايدك. انا هعمل ايه؟ الجذر ده ولا بيبقى طالع منه شعيرات كده هي اللي بتمتص الميه، اسمها الشعيره الجذريه، اسمها الشعيره مين؟ الجذريه. اسمح لي اكبر لك الشعيره الجذريه. لو جينا بصينا على الشعيره الجذريه بنلاقي طبقه البشره اهي بتاعت الشعيره الجذريه، دي اسمها طبقه البشره، وادي الامتداد بتاعنا اللي اسمه الشعيره الجذريه. وطبعا الامتداد ده وظيفته انه يزود مساحه السطح بتاع الامتصاص، بدل ما هي حجمها صغير لا تمتص الميه بشكل اكبر عشان مساحه السطح هتبقى كبيره. المهم دي طبقه اسمها طبقه القشره، يبقى اول طبقه هنا اسمها بشره، بعد كده هنا طبقتها القشره. خلاص. وعند حضرتك بعد كده الاندوديرم، طبقه الاندوديرم، وعندك بعد كده الخشب. خلاص. حلو. الميه بقى بتعدي ازاي؟ ركز بقى عشان خاطر حبيبي، ركز معايا. دي الميه اهي، الميه قدامها سكتين، يا اما تنتقل من التركيز الاعلى للتركيز الاقل بالخاصيه الاسموزيه، ومن هنا تخش على هنا بالاسموزيه، ومن هنا تخش على هنا بالاسموزيه، ومن هنا تخش على هنا بالاسموزيه، وطبعا من الخشب خلاص ادام وصلت تبتدي تطلع بقى ايه؟ من الجذر للساق للاوراق. ما وصلت هنا خلاص تطلع بقى لفوق عايز زي الفل. يبقى اول طريقه بتعدي بيها الميه بالخاصيه الاسموزيه. طب في طريقه ثانيه قال لك عن طريق خاصيه التشرب، ان بتبتدي الميه، طبعا الجدار ده كله عليه ماده اسمها سيلوز، والسيلوز ده ماده محبه للماء، فتبتدي الميه تتنقل بالشكل ده. بص الرسمه اهو، تتنقل من هنا تقوم ماشيه على الجدار ده، ومن الجدار ده ماشيه على الجدار ده، ومن الجدار ده ماشيه على الجدار ده. بس في حاجه، الميه لو اتنقلت من الجدار للجدار للجدار، احنا مش عايزين الميه تبقى على الجدار بتاع الخشب، احنا عايزين الميه تخش جوه، تخش جوه الوعاء ده. طب هتخش جوه الوعاء الخشب ده ازاي؟ قال لك بقى تعالى نفهم القصه دي. طبقه الاندوديرم دي يا جماعه ربنا بيحط عليها ترسيبات غير منتظمه كده من ماده اسمها السيوبرين، ماده اسمها ايه؟ سيوبرين، وتقوم عامله لي شريط اسمه شريط كاسبر. اسمه شريط ايه؟ كاسبر. تخيل معايا كده، بص تيجي عايزه تيجي بص عايزه تمشي على الجدار، السيوبرين ده غير منفذ يقوم يجبرها انها تخش جوه. عايزه تمشي على الجدار يقوم السيوبرين ده بس موجوده هنا السيوبرين اهو، عايزه الميه تمشي على الجدار يقوم السيوبرين اللي موجود على الجدار اللي هو الشيك كاسبر ده عليه سيوبرين، السيوبرين ده ماده غير منفذه يقوم يجبر الميه انها تسيب الجدار وتقوم داخله جوه. يبقى وجود شريط كاسبر ده بيعمل ايه؟ بينظم مرور الماء، وهو عباره عن شريط او طبقه مرسب فيها سيوبرين بشكل غير منتظم. واحد يقول يا دكتور طب ما خلاص اهو في سيوبرين، يبقى ده طبقه فلين اهي، ايه اللي جاب الفلين هنا؟ مش انت قلت الفلين فيه سيوبرين؟ اقول لك لا، طبقه الفلين بيبقى فيها السيوبرين موجود بشكل كلي كده، بشكل كلي، دي اسمها طبقه الفلين. انما شريط كاسبر لا، شريط كاسبر يا ولاد، شريط كاسبر يعني لا، يعني لو رسمناه انت بتلاقي السيوبرين مترسب بس بطريقه غير منتظمه الاركان. اهو لو ده كده مكعب مثلا تلاقي مثلا ايه؟ سيوبرين اهو مثلا اهو ده السيوبرين اهو. هل مترسب في الوجه ده والوجه ده؟ لا. تيجي الميه عايزه تعدي تلاقي هنا سيوبرين تقوم تجبر انها ايه؟ تخش من جوه. انما هل السيوبرين مترسب من كل حته؟ لا، يبقى ده اسمه شريط كاسبر. اوعى تنسى عشان نزل ثانويه عامه قبل كده. شريط كاسبر بالسين ده عباره عن شريط عليه سيوبرين، والسيوبرين هنا مش بيبقى موجود بشكل كلي في كل حته، بيبقى بطريقه غير منتظمه، بيترسب بشكل غير منتظم، على عكس طبقه الفلين السيوبرين بيبقى بيترسب من جميع الاتجاهات. هنا وظيفته ايه؟ بدل ما الميه ماشيه على الجدار على الجدار على الجدار، وجود شريط كاسبر يخلي الميه تجبر انها تخش جوه الخليه وبعد كده تنتقل الى وعاء الخشب من الداخل وتطلع بقى لفوق عكس الجاذبيه. الى هنا يا حبايبي نقدر نقول بفضل المولى عز وجل خلصنا المحاضره الاولى الاتشاويه في جزء الدعامه في النبات. الدعامه في النبات كلها خلصت
بفضل الله تعالى. عايزك تسمع الفيديو بتركيز، تسمع الفيديو بتمعن، تسمي الله، تصلي على حبيبك، كوبايه الشاي معاك، وتتقل بقى عشان ان شاء الله هننزل بفيديو عالمي في حل الاسئله من الكتاب الاتشاوي اللي هنفرتك فيه ان شاء الله اهم الاسئله المجمعه من اهم الكتب الخارجيه بشكل كلي ان شاء الله، والتريكات الاتشاويه والاسئله اللي انا حاططها بايدي. وبعد ما نخلص حل الفيديو هتبتدي تاخد واجب وننزل لحضرتك جزء الكويز بقى عشان حضرتك تبتدي تختبر نفسك. وبعد ما تخلص الكويز وتصحح لنفسك ونفرتك مع بعض الدرس الثاني والثالث، هننزل في نهايه الباب بورشه على الباب ككل، ثم امتحان شامل على الباب بجوائز قيمه. اشوفكم على خير، دمتم بخير. معانا الاحياء غير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.